مريانا ايش دخلك انت؟ هم كيفاش يتعاملوا مع بعضهم؟ ما يحبوا بعضهم ولا انت شي يهمك؟ ركزي في روحك، ركزي في الراجل اللي باش يجيك، ركزي في ادم اللي جا جديد. قاعده مركزه في علاقات الناس، اني هذه ما فهمتهاش الصراحه في وسط الحلقه. يعني انت جايه للبرنامج باش تعملي الفتن، باش تسالي الاسئله، ولا جايه تركزي على نفسك وتلقي الحب الحقيقي؟ والا كيف ما قال حسين، هو كشكيل حلو. كيف ما قال حسين، انت جايه حتى تبوسي، جايه مدوره على البوس. وانا نشوف في علاقتهم ياسر بريئه ومحلاها. يعني فارس متربي 10 مرات ما عليكم منه، وميمة انسانه متربيه وانسانه متخلقه. وشو دخل انه هي تمشي تجري بالبيكيني في البيسين، يعني تسبح بالبيكيني في البيسين في علاقتهم؟ يعني في انهم ما يبوسوش بعض ولا ما يعطوش بعض، ايش دخل هذا في هذا؟ كل حاجه وحدها، وركزي مع نفسك مريانه، اوكي؟ يا ويلي مركزه مع الناس اكثر ما مركزه مع روحها. يعني لا خطيبها ولا راجلها وتحبيهم يحملوا بعضهم ويبوسوا بعضهم؟ سافا با انت لا تيتا. زيد عنا عائلات تتفرج كيف ما قال زكية. هو قالها بركة البيت، قال أنا جاي أحلل، يعني مش جاي يدور على قسمة ونصيب، مش جاي يدور على حد. بس يعجبني لما يعطي نصايح الزكية يخليها تتلم ويخليها يعني حكاية تكون ثقيلة شوي وما تكون خفيفة. على الأقل في شيء في البركة. دعاء في عالم موازي. آدم قال لها شو هي هواياتك؟ قالت له أنا بجن بنط بجن هواياتك؟ ما عندك هوايات؟ نطالب بتفسير نطلع معاها لايف وجدين وتفسر لي شو اللي شو ما اقدر استنى لبكره، ما اقدر استنى لبكره، لا. يعني الصوره هذه تبين انه وجدين يعني مو صح الكلام اللي قالوا علي. طيب شو هي؟ اي ويلي